لان في ناس كتير جدا ممكن تبقى قريبه من مرض السكر وهي مش عارفه. السكر حوالينا في كل مكان، في كل حته. على قد ما انا وانا صغير كنت بعمل رياضه شويه، بقعد اجري العب، بس في حاجات كتير قوي زمان كنت بعملها غلط، زي الاكل الكتير الغير صحي او الحاجات اللي من الشارع اللي باكلها، زي اني كنت بحط 7 معالق سكر في الشاي. ومش بس كده، ده انا كمان ايام كنت بشرب 5 كوبايات شاي مع الشوكولاته، طبق رز بلبن. الله الكنافه دي حلوه قوي. ايوه القهوه السرياوسي. اوبا يا جدعان، الدونس ده طلع طعمه جميل قوي. ولا اللي بتبقى الشوكولاته الا المولتو. اكيد في حاجات تانية كتير فيها سكر، مخبوزات، نشويات. كمل انت بقى. فجاه لقيت نفسي بطلت سكر، مش عارف ايه اللي حصل اصلا. بس لما رجعت للرحله بتاعتي لقيت ان الرحله كانت صعبه، فقلت هشاركها مع الناس يمكن يستفاد. يعني اتخلصت من فكره ان ابقى مدمن سكر لفكره ان يبقى عادي ليا الاختيار، انا اللي متحكم في شهوتي، اللي هو لو ما اكلتش السكر الدنيا مش هتطير يعني، فاهم؟ 17% من البالغين في مصر مصابين بمرض السكر، و60% منهم يا اما مش لاقيين علاج يا اما اصلا مش عارفين انه عندهم سكر. بعد الشر وربنا يشفي كل مريض. بس تعالوا نفتكر اليوم اللي انا قررت فيه كده. بطل السجاير. خلاص انا شفت فيديوهات عن اضرار السكر وازاي ان السكر مضر وبيأذي الجسم، يعمل دهون على الكبد، ممكن يبقى سبب في الجلطات، اجهاد البنكرياس، مش هتعرف تخس لو انت بتاكل سكر. دي اول حاجه، بيحبس ميه في جسمك. ومن ساعتها قررت وسالت دكاتره واتصدمت ساعتها وما كنتش مصدق، هو السكر ده فعلا طلع كده؟ ازاي يطلع كده اصلا؟ انا اول مره اعرف. في الاول كنت بسمع بقى الناس اللي بتقول الموضوع ده صعب، بس بعد كده هتحس بطعم الحاجه وفاهم، ممكن تاخد السكر اللي جسمك محتاجه من اي فاكهه او اي ماده طبيعيه. عارف انت الفاكهه. المهم اني كنت فعلا ممكن اقعد 3 ايام من غير سكر واقرر فعلا، وبعدين ارجع تاني وهوب لنفس اللي كنت فيه. ما اعرفش ايه اللي بيحصل، ما اعرفش ليه كده. المصيبه ان كنت لما اشوف اختي مثلا بتاكل سكر ولا حاجه من جوايا، وساعتها كمان بقى بتعلم عن التغذيه وكده، فاللي هو بطاطس مسلوقه بس من غير ملح. كنت باكل بطاطس مسلوقه، افطر بطاطس مسلوقه من غير ملح. اكتر اكله باكلها بطاطس مسلوقه من غير ملح، اللي هو تحس اني داخل بطوله. والمصيبه الاكبر ان انا فعلا ما كنتش باكل سكر، بس كنافه عادي. قول السؤال تاني. رز بلبن عادي، ايس كريم. ما كنتش اعرف ان الحاجات دي فيها سكر. سبحان يعني مش عارف يا ولاد لحد ما شفت امي بتحط سكر في الرز بلبن، ساعتها اتصدمت. كنت متخيل اصلا هو ده بجد فعلا. المهم قعدت كده، وساعتها كنت بتمرن في البيت. سبحان الله، يعني اصحى اصلي اتمرن على طول ما كنتش بوقف يوم. والمفروض انا كنت ببلك او بضخم، لا كنت بقلل في الاكل، بدخل اقل من الجسم محتاجه. اللي هو ليه مش عارف، عشان انا بزود عضلات. ممكن اول ما اصحى اصلي اكل، اعمل تمرين على طول بعد ما اكل، يعني الاكل لازق في التمرين خلاص. ساعتها فعلا كنت بنام 8 بالليل بعد العشاء على طول، واصحى 2، مش 2 الظهر، لا 2 الصبح، اللي هو 2 بتبقى قبل الفجر، فاهم؟ كنت بحمل نفسي فوق طاقتها يعني، كنت مركز في كذا حاجه، وانا كنت مشتت نفسي جامد، حاجات كتير. بس عرفت ساعتها انك مش هتبطل حاجه في مره واحده، ان كل حاجه بتيجي بالتدريج. مفيش حاجه بتيجي مره واحده، مفيش قناه يوتيوب بتكبر مره واحده، مفيش اكونت انستا بيكبر مره واحده. البنات اللي انت عايزهم يا عم مش هيجوا لك مره واحده كده. مفيش حاجه اسمها انك تبطل سكر مره واحده، مفيش حاجه اسمها، لانك لو عملت كده جسمك متعود خلاص، انت جسمك مدمن الحاجات السكر. شويه تحس بصداع، شويه تحس بوجع، لحد ما هترجع تاني. عرفت ان المفروض كنت ابطله بالراحه، فابتديت اقلل معلقه كل اسبوعين او كل 3 اسابيع في اي مشروب انا بعمله. يعني قرفه، شاي، قهوه مثلا، كنت بحط 3 معالق فيهم، فابتديت معلقتين الاسبوع ده والاسبوع اللي بعده، كل اسبوعين اقلل معلقه، لحد ما كان في ايام من غير سكر خالص. بس مره ورا مره بدات تظبط لحد ما في يوم فعلا شربت كوبايه قهوه من غير سكر واستطعمتها. فعلا شربت الشاي من غير سكر واستطعمته. شربت القرفه، اليانسون، النعناع. ابتديت فعلا احس بطعم الحاجه، ولو لقيت حاجه مسكره، يعني القهوه المسكره بجزع منها. اهم حاجه استفدتها ان انا بقى عندي الاختيار، انا جسمي يقدر يشرب قهوه من غير سكر عادي. انا بقيت باكل الرز بلبن من غير سكر ساعات وعادي جميل جدا. اللي هو ازاي انا مش عارف الصراحه. البليله من غير سكر مثلا، ما اشربش اللي هي الحاجه الساقعه. السكر موجود في كل حته، فواحده واحده حاول تقطع الحاجات. مش لازم تقلل معالق سكر من الحاجات دي. لو انت بتاكل مولتو كل يوم، ما تاكلش مولتو كل يوم، قلل بس حاجه واحده لمده اسبوع، وبدعي لي بعدين. بعد كده مثلا يا عم لو انت بتشرب حاجه ساقعه كل يوم، اشرب حاجه ساقعه كل يوم او كل يومين. واحده لما تقلل بقى الحاجات دي خالص وتشربها مثلا مره في الاسبوع، ابدا بقى قلل معالق السكر بتاعتك، ابدا قلل معلقه كل اسبوعين، واحده. والرحله طويله بس نتائجها جباره، هتفرق في صحتك جدا جدا جدا. واكيد انا مش بقول لك تمشي اللي هو بالحرف، اكيد في ايام هتقع فيها. ممكن مثلا تخلي مره في الاسبوع، اكيد تشرب مثلا مره من نفسك، او مع خروجه مع اصحابك مع اهلك، فاهم؟ بس انا بوعدك ان ممكن فجاه اصلا تحس ان السكر ما تستطعموش، او مش تستطعمه، انت تتجزع منه. اللي هو عارف انت تحس بطعم الحاجه اكتر، خلاص اتعودت عليه. انت بس بيبقى وهم في دماغك ان انت الحياه ده صعبه، بس لو خدت اكشن وعملت كسر الدنيا. فقلل واحده واستمتع بالرحله بتاعتك. وانا كنت كاتب بوست برضو على الانستا عن السكر وكده، وبكتب بوستات وبعمل محتوى عن الصحه العقليه والجسديه، يا ريت تتابعني هناك. ولو في اي حاجه هنا عايز تقولها لي في الكومنت او هناك، او تكلمني ماسنجر عادي، انا فاتح الدنيا، تقدر تكتب اللي انت عايزه. بشكرك انك سمعت الفيديو للنهايه، وافتكر ان صحتك مش ببلاش، ربنا قضاها لك ببلاش، بس انت ما تضيعهاش، واشكر ربنا على النعم.